ايوه يا باشا. ايوه انا واقف مع خوسيه ريفيرو المدرب الجديد اهو. ماشي يا باشا هبلغه، ما تقلقش انت خالص، يلا مع السلامه. بص يا سي خوسيه ريفيرو، الجماعه بتوع الاهلي قالوا لي ابلغك انهم عايزين السنه دي تاخد كاس العالم للانديه، وكاس السوبر الافريقي والمصري، وكاس افريقيا، وبطوله الدوري، وبفرق 20 نقطه عن المركز الثاني. حيلك حيلك يا عم، هو انت فاكرني كارلو انشيلوتي ولا جوارديولا؟ ده لو ساحر مش هيعرف يعمل كده. وبعدين انت بدل ما ترحب بيا وتعزمني على حاجه تقول لي عايز البطولات دي كلها في اول سنه كمان، ما تقفلنيش بقى من الشغلانه. لا بقول لك ايه يا معلم ريفيرو، علشان نبقى على نور كده من اولها. انسى الفرق التعبانه اللي كنت بتدربها في فنلندا دي ولا اورلاندو بتاع جنوب افريقيا. ده انت هنا في الاهلي يعني بابا المجال وملك الشغلانه وعمده افريقيا كلها. يا سيدي الاهلي على عيني وعلى راسي، وانا عارف ان ارتباط اسمي بالاهلي هيوديني في حته تانية. وبعدين انا معاك ان الفرق بتاعت فنلندا دي تعبانه، لكن اورلاندو كانت فرقه كويسه. ده انا اخدت معاهم 5 بطولات، ده غير اني فزت على الاهلي وطلعته من البطوله لا مؤاخذه يعني. وكنت هفوز على بيراميدز لولا الجون اللي جابه الواد فيستون مايلي ده. ما هو العيب مش عليك، العيب على اللي كان بيدرب الاهلي. منك لله يا مارسيل ياكولا، خليت سيرتنا على كل لسان. بس خلي بالك يا سي ابو الرفارف، دي كانت ظروف طارئه في الاهلي. وبعدين انت بتقول ان اورلاندو ده فرقه جامده وخدت معاهم 5 بطولات، هل في مره معاهم فزت بالدوري؟ يا دي الكسفه والاحراج. الصراحه لا، ما فزتش بالدوري خالص، علشان في فرقه هناك رزله اسمها صن داونز، هم اللي بياخدوا الدوري كل سنه. دول جابوا لي عقده من التدريب اساسا. يا دي النيله، هو احنا كل ما نجيب مدرب يبقى عنده عقده من صن داونز؟ بقول لك ايه يا عم خوسيه، انت لازم تشوف لك حل في موضوع صن داونز ده، لان الفرقه دي مقرره علينا كل سنه في دوري ابطال افريقيا، وعمرنا ما فزنا عليهم في ارضهم. وانا اللي بقول اخيرا خلصت منهم، يطلعوا لي في دوري ابطال افريقيا. بس ما تقلقش، هنشوف لهم حل. هكلم حبايبي في جنوب افريقيا وهم هيقوموا باللازم. بقول لك ايه رايك اجيب كام لعيب كده من اللي كانوا معايا في اورلاندو ادعم بيهم الفرقه؟ يا عم لعبت ايه بس اللي انت عايز تجيبها؟ ده احنا مش عارفين نودي اللعيبه فين. ده انت معاك منتخب العالم في الاهلي، ده انت تاخد بيهم كل البطولات وانت قاعد على اريكي. بس اهم حاجه الخطه بتاعتك هي المشكله. لا، من الناحيه دي انا مش عايزك تقلق خالص. انا بلعب باحدث الطرق في الكره الاسبانيه، زي برشلونه والريال كده. انا بلعب بطريقه الهرم، 4-3-2-1، يعني القادمون من الخلف هيجيبوا جوان وهيفكوا البلف. ماشي يا عم العجلاتي، اهم حاجه تخلي علي معلول اساسي في الكام يوم اللي هيقعدهم في الاهلي دول، اديني بقول لك اهو. وتعمل بقى مثلث في نص الملعب، يبقى بن شرقي وتريزيجيه وامام عاشور، وقدامهم تخلي وسام ابو علي. وبعد كده هيبقى عندك بلاوي على الدكه، يعني محمد علي بن رمضان وقفشه وجردشيار وطاهر ومروان عطيه والشحات وديانج. ده انت وجعتك ما يعلم بها غير ربنا. طب ودول ان شاء الله كده هلاعبهم ازاي يعني؟ ده كل واحد فيهم يشيل فرقه لوحده. كده هضطر اغير الخطه بقى والعب ب4-4-4، وما تقوليش في 2 زياده، وهنا مش هقعد الناس دي كلها على الدكه. يا عم العب باي طريقه، حتى لو هتنزل انت تلعب معاهم. اهم حاجه عايزين بطولات بطولات. جمهور الاهلي مش بيشبع بطولات، واي بطوله بندخل فيها بنبقى شايفينها حاجه مكتسب. وانا دلوقتي هسيبك عشان تريح كده وتقعد تفكر وتكتك لكاس العالم للانديه. طب بقول لك انا نفسي كده في اكله كشري حلوه، وابقى وسط الصنايعي يبقى يزود لي التقليه شويه عشان بحب التقليه قوي. ولا هتدوق اي اكله مصريه غير لما تجيب لنا اول بطوله، ماشي؟ سلام. قال زود لي التقليه، قال اما احنا مش بناكل تقليه، انت جاي تاكلها عندنا؟